عندك ربع كيلو كنافة وربع كيلو جلاش. يلا نعمل بيهم احلى صينية ميكس ما بين الكنافة والجلاش. هنعملهم بطريقة حلوة جدا للناس اللي بتحب الحلويات تكون مقرمشة لتاني يوم. هنقول السر ان هي تفضل مقرمشة لتاني يوم. كمان هنعملها بحشوة مميزة، حشوة تحفة. لو جربتيها هتعتمديها على طول. يلا بينا ندخل ونشوف الفيديو، بس قبل ما نشوف الفيديو ياريت ما ننساش نسمي الله ونصلي على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نشوف الفيديو. أنا عندي هنا 1.5 كيلو من الحليب. أنا هعمل 1.5 كيلو ده للصينيتين. هحط عليهم كوباية الا ربع من دقيق السميد اللي هو الدقيق بتاع البسبوسة، وهحط عليهم معلقتين كبار من النشا. عايزاكوا تجربوا دقيق السميد دوت في الكريمة بتاعت الحلويات. بيخلي طعمها في حتة تانية خالص، طعمها بيكون تحفة. هضيف سكر؟ لا، انا مش هضيف سكر، انا هعتمد على الشربات اللي انا هسقي بيه الكنافة. بعد كده قلبتهم واخدتهم على النار. هفضل اقلب فيهم بقى لغايه ما الخليط يتماسك معايا. انا مش عايزه الخليط يكون متجمد قوي، يعني يكون تقيل قوي او خفيف ان هو سايل ميه، انا عايزاه يكون وسط. انا هضيف له حاجات بعد كده. لو انتي مش هتضيفي له حاجات بعد كده لازم الخليط ده يكون متماسك معاكي شويه، عشان لما تيجي تحطيه على الحلويات ما يبقاش مسيل ويبقى ميه كده. فانا هنا مسيلاه شويه لاني لسه هضيف له حاجات. انا بعد ما خلاص اتمسك معايا او ربط معايا، حطيت له معلقه كبيره من السمنه، او ممكن تحطي زبدة، وحطيت عليهم رشة من الفانيليا. وهقلب وكده خلاص معايا الخليط زي ما انتوا شايفينه. الخليط زي ما قلت لكم، ولا هو متماسك يعني جامد، ولا هو سايل مية، لا هو كده حلو، لانه لسه ما يبرد هيتماسك شوية. بعد كده هطفي عليه وهجيب كيسة من بتاعة التلاجة هفتحها وهغطيه بيها عشان ما يعملش معايا قشرة. كده خلاص، لان انا عايزاه ما يبرد شويه. انا هاخده وهحطه في الفريزر شويه عشان ان هو يسقع معايا. زي ما اتفقنا ممكن تعمليه لغايه كده، بس هتربطيه شويه عن كده، او اللي انتي تعمليه زي ما انا عملته عشان هنضيف عليه اضافات تانية. هنخش بقى على تاني حاجه اللي هي الكنافه. الصينيه الواحده بتاخد ربع كيلو كنافه وربع كيلو جلاش. لو انتي حابة تعملي صينيتين زي اللي انا عاملاهم، هتعملي نص كيلو كنافة ونص كيلو جلاش. الكنافة هنا كانت عندي في الفريزر، بطلعها بفككها، بتكون سهلة عليا. ما بتحطيها في الفريزر بتكون سهلة عليكي اللي انتي تفككيها، بتتفكك معاكي بكل سهولة. حطيت عليهم معلقتين كبار من السكر البودر، وما كتريش السكر البودر لانك لو كترتيه هينشف معاكي الكنافة. السكر البودر هنا عشان ان هو يخلي الكنافة ليها لون حلو، وفي نفس الوقت ان هي تكون متماسكة معايا بالاخص اللي انا هنقلها. بعد كده حطيت لها كوباية من السمنة. نص كيلو بياخد من كوباية لكوباية وربع. انا ضفت الكوباية لقيتها خلاص استكفت بالكوباية. ساعات بضيف لها يعني بتكون محتاجة كمان ربع كوباية، ده على حسب الكنافة. بعد كده خلطت ده كله مع بعضه وجبت الكنافة قسمتها على صينيتين. بس الصينية مدهونة تحت، قبل ما احط الكنافة مدهونة بسمنة، وتدهنيها بسمنة كويسة عشان تحمر لك الكنافة من تحت كويس. اهم حاجة في الكنافة وبالاخص لما تكوني هتقلبيها لازم تتضغط معاكي صح، علشان لما تيجي تقلبيها تلاقيها ديسك واحد كده طالعة، ما تكونش عشان ما تتكسرش معاكي. فانتي بعد ما تفرديها وتوزعيها في قلب الصينية، بتجيبي اي صينية بتكون حجمها صغير عن الصينية اللي انتي بتعملي فيها الكنافة، بتفتحي كيس التلاجة كده وتحطيها وتحطي عليها الصينية وتضغطي عليها جامد لغاية ما تتكبس معاكي صح زي ما انت شايفة كده. اهم حاجة اللي انت تكبسيها صح عشان ما تيجي تنقليها تلاقيها اتنقلت معاكي بكل سهولة، ما اتكسرتش معاكي. انا هنا خلصت الكنافة، هحطها في الفرن، هحطها على الشبكة اللي في النص. اول ما الاقي الجنوب بتاعتها احمرت هشغل عليها الشواية. انا ما كانش عندي غير الصينيتين دولت، وفي عندي صينية تالتة بس مقاس مختلف شوية، يعني اكبر سنة عن المقاس ده. فانا قلت هستنى اما اخلص الكنافة وان هي تستوي، بعد كده هشيلها من الصينية وهعمل مكانهم الجلاش. ده لو انتي ما فيش عندك صينيتين زي اللي عندي كده. هنا بعد ما حطيت الكريمه دي حطيتها في الفريزر. انا زي ما قلت لكم انا هسيبها تبرد شويه وحطيتها في الفريزر. كنت انا خلصت الكنافه، اخدتها حطيت عليها معلقتين كبار من الكريم شانتيه،
وهفضل ان انا اضربهم بالمضرب، ده بيعزز من الطعم بتاعها. وحطيت عليها كمان معلقتين من القشطة او ممكن معلقتين من وش اللبن، بيخلي طعمها في حتة تانية. ده لو هو متوفر معاكي كريم شانتيه والقشطة. وزي ما قلتلك لو هما مش متوفرين عندك، استكفي بالسميد والنشا هتزودي كمان معلقة عشان ان هو يربط معاكي اكتر. هنا الصواني كانت خلاص خرجت من الفرن، بسقيها بالشربات. طبعا الشربات ده بيكون بارد، يعني لا اما بتكوني عاملاه قبل كده وجاهز عندك، او ان انت تعمليه قبل ما تبتدي باي حاجه خالص عشان ان هو يبرد معاكي. انا دايما بعمله وبيكون متوفر عندي، لانه هو فعلا بيسهل علينا كتير، يعني اللي انت لسه هتعمليه وتسيبيه ان هو يبرد. طبعا الكنافه بتكون طالعه سخنه من الفرن، والشربات بيكون بارد، بتسقيها. وزي ما قلتلك انا نقلتها في قلب الطبق اللي انا هقدمها فيه. واخدت الصواني غسلتها عشان اعمل الجلاش. انا عندي هنا نص كيلو من الجلاش، هوزعه على الصينيتين. زي ما اتفقنا الصينيه الواحده بتاخد ربع كيلو. عملنا ربع كيلو من الكنافه، هنا نفس النظام هنعمل ربع كيلو من الجلاش. جبت الصينيه وقصيت الجلاش على حجم الصينيه، واللي بيطلع من الطرف ده بوزعه في قلب الصينيه. بس ما بين كل رق والتاني لازم تورقي كده الجلاش بالسمنه عشان يطلع معاكي مورق. هنا خلاص بعد ما خلصت الجلاش مش محشي اي حاجة، انا حطيت الطبقات على بعضها. انا قسمت عدد الجلاش على الصينيتين. اهم حاجة برضو قبل ما تدخلي الجلاش الفرن لازم تقطعيه، لانه طبعا لو دخل الفرن على كده هتيجي تقطعيه بعد كده بعد ما يستوي هتلاقيه هيتكسر معاكي. دخلته الفرن، وهنا كان الكريمه كنت انا حطيتها تاني في قلب الفريزر، وقلت اديلها ضربه كمان. شايفين ما شاء الله القوام بتاعها اتغير خالص، والقوام بتاعها متماسك. عايزه اقول لكم طعمها تحفه، طعمها فظيع. يعني انسوا اي كريمه تانية وجربوا الكريمه ديت، فعلا هتعجبكم. انا هنا بعد ما خلصت الكنافه والجلاش، جبت الكريمه بقى وحطيتها في قلب على الكنافه. طيب في ناس هتقول طب احنا ممكن نعمل الكنافه نيه ونحط في قلب منها الكريمه ونعمل على وشها الجلاش. عايزه اقول لكم ان الخطوات دي بتخلي الحلويات دي او الكنافه والجلاش ده لتاني يوم بيبقى مقرمش. لو انتي عملتي كده، عملتي الكنافه وحطيتي في قلب منها الكريمه وحطيتي عليها الجلاش ودخلتيها الفرن سويتيها، يعني ممكن على اخر النهار هتلاقيها طرت معاكي. فالوصفه دي للناس اللي بتحب الحاجه تكون مقرمشه معاها لتاني يوم. هنا خلاص سقيت برضو الجلاش، كان خارج من الفرن سخن، والشربات برضو نفس النظام بارد سقيتها. هنا بقى هننقل الجلاش ازاي. هتقطعيه، هو متقطع جاهز، كل خرطة هتنقليها بالخرطة بتاعتها، يعني هتنقليها كده بالتساوي، وكل واحدة تحطيها بنفس الترتيب بتاعها هتلاقيها اتنقلت معاكي بكل سهولة، وشكلها اهوت ما تبهدلش معايا ولا اي حاجة. وحطيت كده على الوش كده كريزاية كتزيين. وده من نص كيلو كنافة ونص كيلو جلاش عملنا صينيتين. لو انتي حابة تعملي صينية واحدة بس هتعمليها بربع كيلو كنافة وربع كيلو جلاش. عايزاكم تجربوها، انا متأكدة ان هي هتعجبكم، بالاخص زي ما قلت لكم للناس اللي بتحب الحلويات ان هي تكون مقرمشة معاها لتاني يوم. الوصفة دي لو قعدت معاكم لتاني يوم لاخر النهار كمان هتفضل بطعمها وكأنها لسه معمولة في نفس الوقت. ده فيديو النهاردة، يا رب يكون نال اعجابكم. اسيبكم في رعاية الله واستودعكم الله.